أهلا بيك في قناة فيلم بنوار. بيبدأ الفيلم مع بيتر بيشتغل مهندس في مصنع. بيتر دايما بيجيله كابوس مش بيفرقه، وهو إن في مخلوقات غريبة بتهجم على الأرض وبتبدأ تقتل البشر. ومن كتر ما هو بيشوف الكابوس ده بقى على طول ذهنه شارد وقلقان ومش على طبيعته، والموضوع أثر على حياته سواء في الشغل أو في البيت. ومع إن كل الناس اللي حواليه ألحوا عليه إنه يروح لدكتور متخصص عشان يفحصه، إلا إنه على طول بيصر إنه كويس ومش محتاج يروح لحد. وبيحاول بيتر يعوض عيلته عن غيابه عنهم وإنه ما كانش على طبيعته مؤخرا، فبيوعد بناته إنه هيرجع من الشغل بدري النهارده وهيروحوا الشاطئ كلهم. وبيروح بيتر شغله وبيبدأ يشوف تهيؤات غريبة، وبيشوف إيده عليها دم وإنه بيضرب حد بغضب. وده ديفيد مديره في الشغل، هو كمان ملاحظ عليه إنه متغير، فبيقول له على اسم مركز طبي كويس جدا في علاج القلق والتوتر وممكن يساعدوه في حالته. ودي هي أليس زوجة بيتر، بتشتغل في التطوير العقاري، لسه مترقية قريب في شغلها، وحاليا ماسكة مشروع تطوير الأنفاق اللي تحت المدينة. وبنرجع لبيتر اللي بيطلب إذن إنه يمشي بدري النهارده عشان يخرج مع عيلته، وبينزل المخزن عشان يرجع المعدات. بس بتجيله رؤية بيشوف نفسه فيها إنه عامل صيانة، وفي برنامج في التلفزيون شغال، والناس بتتناقش إن كانت الروبوتات ليها الحق إنها تفضل موجودة ولا هتشكل خطر على البشرية. وبيشوف بيتر الهجوم تاني بس المرة دي بتفاصيل أكتر، وهو بيكون موجود في الهجوم وبيهرب من ناس بيضربوا نار على كل الموجودين في المبنى اللي هو فيه. وبيجري يدور على أليس مراته وبيستخبوا من شخص مسلح. بس بيصحى بيتر وبيكتشف إنه كان مغمى عليه، وإن كل اللي شافه ده كان حلم، وإنه كده اتأخر على ميعاد الخروجة مع أولاده. فبيخرج بسرعة من الشغل وهو في الشارع بيشوف ضوء غريب في السماء بس محدش بيشوفه غيره. ولما بيرجع بيته بيعتذر لمراته إنه اتأخر، وبيحكي لها إنه فقد الوعي في الشغل وإن ده سبب تأخيره. وهي بتكون قلقانة عليه لأن الوضع كده بيسوء أكتر. بس بيتر برضه بيرفض يروح يتعالج، لأنه عارف إن الدكاترة هيقولوا إنه عنده مشكلة وهو متأكد إنه كويس. بعد كده بيحلم بيتر برضه بنفس الكابوس، والمرة دي بيشوف نفسه هو وأليس مراته ميتين، وبنته لوسي وهانا لوحدهم في الشارع والدنيا كلها متدمرة. وتاني يوم بيقرر بيتر إنه يروح يتعالج، وفعلا بيروح مركز طبي اسمه هول لايف ويلنس اللي ديفيد مديره قال له عليه. وهو هناك بيقابل واحد اسمه كريس، وكريس برضه هو كمان زي بيتر بيشوف حاجات غريبة. وبيقول لبيتر إنهم مش مجانين، واللي بيشوفوه مش تهيؤات، دي تنبيهات لحاجة هتحصل. بس الناس في المركز هنا مش عايزينهم يعرفوا حقيقة الحاجات اللي بيشوفوها، وعايزينهم ينسوا. وهو مضطر يجي هنا لأنه مش قادر يستحمل الحاجات اللي بيشوفها. وبيبص بيتر على لوحة متعلقة بيلاقيها بتتحرك، وبيشوف رؤية إن هو وأليس وديفيد وغيرهم تانيين ماشيين في الشارع معاهم سلاح، وفي مركبات فضائية بتغادر الكوكب. وديفيد بيقول له هيرجعوا وبيسيبه يمشي وبيقول له هقابلك في المصنع. وبيتر بيفوق وبيمشي من المركز بسرعة من غير ما يكشفوا عليه وبيرجع البيت. وأليس مراته لما بتعرف إنه ما قابلش دكتور بتتضايق منه. بس بيتر بيكون حاسس إنه مقصود إنه يشوف الحاجات دي، كأنه مختار عشان يشوف تنبيهات لحاجة كبيرة هتحصل قريب. وأليس طبعا ما بتصدقوش وبتفكره إنه مش عايز يتعالج وخلاص وإنه بيتهرب من العلاج. وبالليل بيكونوا عاملين حفلة في البيت بمناسبة ترقية أليس في الشغل، وبيحضرها معازيم كتير. بس بيتر بيكون قاعد في الحفلة زي الحاضر الغايب وذهنه مش معاهم أصلا. والحفلة بتخلص وبيتبقى عندهم راي ومراته سامانسا وهم جيران بيتر وأليس، وكمان بيشتغلوا مع أليس. وبيحاول راي يكلم بيتر إنه ما يندركش في التهيؤات اللي بتجيله. وفجأة هما في بلكونة بيشوفوا أضواء كتيرة في السماء وكمان مركبات فضائية كتير بتظهر قدامهم. وبيتر بيكون مفكر إنه بيتهيأ كالعادة، بس اللي بيحصل بيطلع إنه حقيقي وكلهم بيشوفوه. وفجأة بيحصل انفجار كبير قريب منهم، فبيخرجوا يدوروا على بناتهم وبيلاقوا لوسي بس اللي موجودة. أما هانا بنت بيتر وميجان بنت راي وسامانسا ما بيلاقوهمش. وبيخرج بيتر وراي وسامانسا يدوروا على بناتهم في شقة راي، وبيتم إذاعة أوامر الإخلاء في كل الميكروفونات، والناس كلها بتجري تستخبى في أقرب منشأة حكومية، والتفجيرات بتكون شغالة بره في كل مكان. وبتقف مركبة فضائية قدام المبنى من بره بتضرب نار على كل اللي بتشوفه. وبيلاقي بيتر وراي بناتهم محبوسين في الأسانسير وبيخرجوهم. وبيخرج من المركبات مجموعة فضائيين وبيكونوا دخلوا المبنى وبيقتلوا كل اللي بيلاقوه حي قدامهم. وبيرجع بيتر وبناته على شقتهم، وأليس بتسأله إن كان شاف اللي بيحصل ده في كوابيسه وإيه اللي هيحصل بعد كده. فبيتر بيفتكر لما ديفيد قال له في الرؤية الأخيرة إنه هيقابله في المصنع، وبيكون متأكد إنهم لازم يروحوا يحموا نفسهم في المصنع اللي هو بيشتغل فيه. وبيحط حاجات ورا الباب عشان ما يتفتحش، وبيخبوا لوسي وهانا في الدولاب، وبيروحوا يأمنوا الشقة. بس واحد من الفضائيين بيحاول يكسر الباب، وبيتر وأليس بيحاولوا يصدوا الباب من جوه. وبتخرج لوسي بنتهم عشان تجيب هيرمان اللعبة بتاعتها من بره. والفضائي بيضرب نار على الباب بس ما بتجيش في بيتر وأليس، وبيرجعوا لبناتهم عشان يهربوا. والفضائي بيكسر الجدار عشان يدخل، وبيشوف لوسي مستخبية تحت الترابيزة بس ما بيعملهاش حاجة. وبيجي بيتر من وراه وبيفضل يضرب فيه وبيقدر ياخد منه السلاح بتاعه، بس السلاح ما بيضربش نار لأنه بيشتغل بالبصمة. وبيفضلوا يضربوا بعض لغاية ما بتيجي أليس وتضرب الفضائي على راسه بماسورة وبيقع مغمى عليه. وبيخرجوا من الشقة عشان يهربوا، والمبنى بيكون مليان جثث والفضائيين في كل مكان. فبيطلع بيتر وعيلته للسطح عشان يستخبوا، وبيلاقوا راي وعيلته مستخبين على السطح.
وبيبصوا على المباني حواليهم وبيشوفوا بعينهم مجموعة ناس على سطح بيتضربوا بصاروخ وبيموتوا كلهم، وبيكون لازم ينزلوا الشارع، فبيضطروا ينزلوا بالسقالة بتاعة النظافة من بره المبنى. وبعد ما بينزلوا شوية صغيرين السقالة بتبدأ تتهز وبتكون خلاص هتقع، فبيدخلوا في شقة من الشباك قبل لحظات من وقوع السقالة. والفضائي اللي في شقة بيتر بيفوق وبيعرف مكانهم عن طريق تتبع السلاح بتاعه اللي موجود مع بيتر، وبيحاول بيتر يفك شفرة السلاح. وأليس بتسأله إن كان شافهم بيموتوا في الأحلام بتاعته، وبيتر بيخبي عليها إنه شاف نفسه هو وهي مقتولين، وبيفكروا هيعملوا إيه، فبيقترح عليهم إنهم يروحوا المصنع اللي بيشتغل فيه لأن المخزن بتاع المصنع تحت الأرض ويقدروا يستخبوا فيه. بس المشكلة إزاي هيوصلوا للمصنع أصلا، والشوارع مش أمان والفضائيين بيقتلوا أي حد في الشارع. وأليس وسامانثا بتجيلهم فكرة إنهم يروحوا عن طريق الأنفاق القديمة اللي تحت الأرض، وكده محدش هيشوفهم. وفجأة هما بيتكلموا بيتضرب صاروخ على الشقة اللي هما فيها، وري بيموت وميجان بنته بتجري عليه فبتقع بره الشقة، وسامانثا بتلحقها، بس بتيجي سفينة فضائية وبتضرب عليهم نار وبيموتوا هما الاتنين. وبيهرب بيتر وعيلته بسرعة من الشقة وبينزلوا عند مدخل المبنى، بس بيقابلوا فضائيين في الطريق. وبيتر بيقدر أخيرا يفك شفرة السلاح وبيستخدمه وبيقتلهم. وبيخرجوا للشارع والمكان بيكون كله خراب وجثث كتير في كل حتة. والفضائي بيتتبع السلاح وبيعرف يحدد مكان بيتر. وبيكون في فرق مسلحة من البشر في الشارع بيحاولوا يدافعوا عن نفسهم، بس في لحظات بيتقتلوا بالمركبات الفضائية. وبيوصل بيتر وعيلته عند مدخل الأنفاق وبيروح هو الأول عشان يفتح الباب. وهنا بنته بتحصله ووراها لوسي أختها، بس بتشوف مركبة فضائية وبتخاف وبتقف مكانها، فبتجري عليها أليس بسرعة وبتشيلها وبتروح لمدخل النفق وبيدخلوا كلهم بسرعة. بس المركبة الفضائية بتضرب عليهم نار وأليس بتتصاب في جنبها، وبعد شوية بتتعب جامد وبتقعد في الأرض. والفضائي بيوصل لهم في الأنفاق، وبيتر بيتحارب معاه وبيفضل يضربه لغاية ما الخوذة بتاعته بتتكسر. وبيتر يمسك السلاح وبيهدده بيه، وبيكون عايز يعرف ليه الفضائيين جايين عشان يقتلوهم. والفضائي بيخلع خوذته، والمفاجأة إنه ما بيطلعش فضائي ولا حاجة، ولكنه بيطلع إنسان عادي جدا اسمه مايلز. وبيتر ما بيكونش فاهم حاجة، بس ما فيش عنده وقت للاستغراب لأن أليس بيغمى عليها. وبيتر بيفكر وبيخلي مايلز يشيل أليس وهو بيفضل مهدده بالسلاح. وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا عند مدخل المصنع، وبيلاقوا ديفيد ومعاه ناس مسلحين، وبيدخلوا بيتر وعيلته وبياخدوا مايلز أسير. وبيفحصوا جرح أليس بجهاز بيعمل لها صعقات كهربائية، وبيتر بيزعق مع الدكتور لأنه كده بيأذيها، بس ديفيد بيهديه وبيطمنه. وبيتر بيكون مستغرب ازاي ديفيد هادي كده كأنه كان مستعد للي بيحصل ده. فديفيد بيقول له اللي بيحصل ده كان هيحصل من زمان، المهم دلوقتي اننا نخرجك من هنا انت وعيلتك. في محطة قطر مهجورة تحتنا بتودي لقاعدة تخزين أسلحة، احنا هنروح نستخبى هناك عشان نكمل خطة مقاومتنا. بس الفضائيين بيكونوا وصلوا عند المصنع فوق وبيحاولوا يخترقوا الأرض عشان يوصلوا لهم. بيأمر ديفيد رجالته انهم يتخلصوا من مايلز ويقتلوه. والدكتور بيعرف بيتر ان حالة أليس سيئة جدا ومفيش حل لمعالجتها هنا، ولو هي فضلت عايشة لغاية ما يوصلوا للمكان اللي رايحينه ممكن يقدروا يعالجوها هناك. ومايلز بيقول لبيتر انا اقدر اساعدها وانقذها مؤقتا، وبيتر ما بيكونش مصدقه لانه عدوهم. بس مايلز بيقنعه انه اضطر يعرف كل حاجة عن جنس بيتر قبل ما يجي الارض هو وزمايله، وانه يقدر فعلا ينقذها. وبيتر بيضطر يوافق. بيبعت بناته مع ديفيد وبيفضل هو مع مايلز وأليس، وبيروحوا غرفة مستخبية، ومايلز بياخد سكينة من بيتر وبيفتح بيها جرح أليس. والمفاجأة ان أليس ما بتطلعش انسانة وانها بتطلع روبوت. وبيتر بيكون مش مصدق اللي شايفه، ومايلز بيستغرب وبيقول له انت ما كنتش عارف انتوا ايه بالظبط. وبيتر ما بيكونش فاهم اي حاجه، بس ما فيش وقت للشرح، ومايلز بيديله السكينه عشان يفتح جرح في صدره وياخد منه مصدر طاقه عشان يفوق أليس. وفعلا بيتر بيعمل جرح في صدره وبيطلع ان هو كمان روبوت. ومايلز بياخد منه وصله بيوصل عن طريقها الطاقه لأليس، وبيتر بيغمى عليه. وهو مغمى عليه بيشوف رؤيه، وبيطلع ان كل اللي كان بيحلم بيه قبل كده وبيشوفه هي ذكريات من الماضي. وبيتر كان روبوت ومصنوع عشان يكون عامل صيانة، وفي الوقت ده استخدام الروبوتات بقى منتشر جدا في العالم وبقوا زي البشر بالظبط. وكان في ناس معارضين للروبوتات ولوجودهم، لأنهم شايفين إن الروبوتات هتاخد مكان البشر في المستقبل وإنها هتشكل خطر لأنها بدأت تدرك إنها مصنوعة عشان تخدم البشر، والحواس بتاعتها بدأت تتطور. وبسبب كده البشر بدأوا يكونوا عنيفين ضد الروبوتات كلها في العموم. ووقتها بيتر شاف أليس وكانت عبارة عن روبوت نظافة، وكان في إنسانة بتزعق لها، فهو راح يساعدها ويلم الحاجات اللي وقعت منها. وفي التلفزيون المذيع بيقول للضيف إن الروبوتات بقت خطر لأنهم بقوا زي البشر وطوروا نفسهم وبقى عندهم مشاعر، والدور بعد كده إنهم هيطالبوا إن يكون ليهم مكان على الكوكب ككائنات مستقلة مش آلات صنعت لخدمة البشر. وبعد كده الوضع بيتطور وبقى فيه مظاهرات وأعمال عنف غير مبررة ضد الروبوتات، والروبوتات برضه بقت بتدافع عن نفسها ضد عنف البشر. وبعد فترة البشر بيبدأوا مرحلة تعطيل الروبوتات، وبدأوا يهجموا على الروبوتات عشان يدمروهم كلهم في كل مبنى موجودين فيه. فبيستخبى بيتر وأليس وروبوتات غيرهم من هجوم البشر، وبيدخل عليه واحد من البشر بسلاح، فبيتر بيهجم عليه وبيضربه وبياخد منه السلاح وبيقتل بيه اتنين تانيين كانوا جايين يقتلوهم.
والشخص اللي بيتر خد منه السلاح بيقوم وبيهجم على أليس، فبيتر بيهجم عليه وبيفضل يضربه لغاية ما إيد بيتر بتبقى كلها دم زي ما كان شايف في الرؤية اللي في أول الفيلم. وبيجي روبوتات تانيين يستخبوا وبيتر بيوزع عليهم أسلحة عشان يدافعوا عن نفسهم، وبتبدأ الروبوتات تحارب البشر، وبيقدروا في النهاية ينتصروا عليهم في الحرب. والناجيين من البشر بيهربوا من الكوكب بمركبات فضائية. وده المشهد اللي بيتر شافه في رؤية قبل كده، اللي كان شايف نفسه هو وديفيد وأليس مسلحين في الشارع، وديفيد بيقول لهم البشر هيرجعوا ولازم ناس مننا يكونوا عارفين ومستعدين. ووقتها بيتر وأليس لقوا لوسي وهانا كانوا بيعيطوا في الشارع وعرفوا إن أبوهم وأمهم اتقتلوا، وأهلهم وأمهم بشر وكان متبنيهم روبوتات، ورفضوا يتخلوا عنهم لكن البشر قتلوهم. وبيتر وأليس لما شافوهم قرروا يتبنوهم ويشكلوا أسرة مع بعض. وبعد كده كل الروبوتات الناجين بيروحوا مركز هول لايف ويلنس عشان يمحوا ذاكرتهم ويبدأوا حياتهم من جديد من غير ما يفتكروا اللي حصل زمان، عشان ما يفضلوش عايشين في خوف. وبيعملوا لنفسهم ذكريات جديدة عشان يكون ليهم ماضي، وبكده نسيوا انهم اصلا كانوا روبوتات. لكن في شوية روبوتات ما مسحوش ذاكرتهم عشان يكونوا مستعدين للبشر لما يهجموا عليهم تاني. وحاليا بيفوق بيتر وبيفتكر كل حاجة، وبيكون نقل الطاقة لأليس اكتمل وفضلت عايشة. وبيتر بيستغرب ان مايلز ما قتلوش لما كان مغمى عليه وليه اصلا بيساعدهم. وبيحكي له مايلز ان الحرب اللي حصلت بين البشر والروبوتات كانت من 50 سنة، يعني اجداده هم اللي حضروها. ولما خرجوا من الارض راحوا يعيشوا على المريخ، والاجيال الجديدة ما كانوش يعرفوا اي حاجة عن الارض، وما يعرفوش انهم قادرين يتنفسوا على الارض عادي. فعشان كده لما وصلوا هنا جم وهم لابسين الخوذ والبدل دي عشان يقدروا يتنفسوا. ومايلز عرفوا انهم درسوا كل حاجة عن الروبوتات، واللي اتقال لهم ان الروبوتات هم اللي انقلبوا على البشر وطردوهم من الكوكب، وفضلوا طول السنين دي بيحضروا نفسهم عشان يهجموا على الروبوتات ويستعيدوا كوكب الارض. واللي اتقال لهم انهم هيقابلوا مخلوقات عنيفة وهمجية. بس لما مايلز وصل هنا شاف ان الروبوتات زي البشر بالظبط، مش زي ما كان بيتحكى لهم، ومرضاش يقتلهم. وعشان كده ساعد بيتر وأليس. وبتفوق أليس وبتكون افتكرت كل حاجة هي كمان. وفجأة البشر بيقتحموا مخزن المصنع وبيشتبكوا مع الروبوتات. ومايلز بيقول لبيتر وأليس يهربوا وهو مش هيقول لحد عليهم. وبيخرج بيتر وأليس عشان يوصلوا للقطر، بس بيضطروا يشتبكوا مع البشر ويساعدوا الروبوتات. وبيلمح بيتر اللعبة بتاعت لوسي على الأرض فبياخدها معاه، وبينزلوا النفق عشان يوصلوا للقطر. وتحت بيكون كل الروبوتات ركبوا القطر، وديفيد بيضطر ياخد هانا ولوسي بالعافية عشان يركبهم القطر لأن بيتر وأليس اتأخروا ولسه ما وصلوش. وبيدخل بيتر وأليس النفق وبيكونوا مطاردين من مجموعة كبيرة من البشر. وبيوصلوا للمحطة وبيقفلوا باب وراهم عشان يعطلوا البشر، والقطر بيكون اتحرك وهم بيجروا وراه. بس بيقفلوهم وبتنزل هانا ولوسي، وبينزل ديفيد عشان يعطل البشر اللي بيكونوا كسروا الباب وجايين على القطر. وبيركبوا كلهم القطر بسرعة وبيهربوا بيه من المكان. وبيتر بيسأل ديفيد إن كان باقي الروبوتات هيفتكروا اللي حصل زمان، فديفيد بيقول له إنهم اضطروا زمان ينسوا ذكرياتهم عشان يبدأوا من جديد، وعشان يقدروا يعيشوا حياتهم من غير ما يشيلوا ذنب حرب اضطروا يخوضوها. بس دلوقتي كلهم هيفتكروا عشان يكملوا الحرب اللي بدأت ويستعيدوا وطنهم. وبيروحوا بالقطر لقاعدة عسكرية سرية تحت الأرض عشان يكملوا منها المقاومة ضد البشر. وبيخلص الفيلم. أتمنى يكون الفيلم عجبكم. لو تحبوا تدعمونا اعملوا لايك وعرفونا رأيكم في التعليقات، واشتركوا معانا في القناة عشان يوصل لكم مننا أقوى الأفلام. سلام.